بعض الإخوان في الجزائر وأيضا في مصر وفي تونس لما بتحكي المغرب فوق الجميع وأيضا تتفوق على الجميع بيزعلوا وبيقول لك لا، إحنا والمغرب في مركب واحد، وأيضا إنجازاتنا تضاهي إنجازات المنتخب المغربي. وهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق نهائيا. لماذا المغرب تتقدم وبقية دول شمال أفريقيا بما فيهم مصر في نفس المكان، أو لا نلاحظ أي تطور على المنظومة الكروية في شمال أفريقيا باستثناء المغرب؟ هل العيب في اللاعبين أم بالعقول التي تدير منظومة كرة القدم في بقية دول شمال أفريقيا؟ بعض الإخوان في الجزائر وأيضا في مصر وفي تونس لما بتحكي المغرب فوق الجميع وأيضا تتفوق على الجميع بيزعلوا وبيقول لك لا، إحنا والمغرب في مركب واحد، وأيضا إنجازاتنا تضاهي إنجازات المنتخب المغربي. وهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق نهائيا. لكن في بعض الأحيان يعني الكبرياء بيمنع بعض الأشخاص أنهم يعترفوا في أنه دولة ما بتتقدم عليهم وبتتفوق عليهم، وأيضا بتخطط بطريقة رائعة جدا وممتازة لمنظومة كرة القدم. لذلك احنا صعب نتقبل النقد البناء او الحقيقة المؤلمة في انه اليوم والله منتخب وبلد جار لكن بتفوق عليه في منظومته الكروية، في انجازاته الكروية. اليوم لما نقول المغرب فوق الجميع والجزائري والتونسي والمصري او حتى اي بلد عربي بيزعل، ما له حق يزعل. ليش؟ لانه مبدئيا الجماعة بيخططوا الموضوع، ما اجى صدفة، ولا انجازات المنتخبات المغربية في كافة الفئات العمرية وأيضا في الأولمبياد، استمرارية الأجيال، وأيضا تصدير كم هائل من المدربين المغاربة للوطن العربي وبيحققوا إنجازات. اليوم حتى مش بس الكرة المغربية أصبحت مصدر إلهام لكرة شمال أفريقيا ولعرب آسيا، بل المدربين برضو أصبحوا مصدر إلهام. والدليل مبدئيا قدوم الحسين عموتي إلى المنتخب الأردني، إنجازه مع المنتخب الأردني في كأس آسيا وصوله إلى النهائي. إجا بعدين جمال سلامي قاد المنتخب الأردني أيضا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، وأتبعه بنهائي كأس العرب اللي كان ضد المنتخب المغربي. في نهائي كأس العرب مدربين مغربيين تقابلوا في النهائي، طارق السكتيوي وأيضا جمال سلامي. حاليا المنتخب العماني اتجه إلى المدرب المغربي، وطارق السكتيوي يوقع عقد مع المنتخب العماني. واحتمال كبير بعد كأس العالم إذا أخفق المنتخب السعودي ممكن نشوف وليد الرقراقي مثلا بدرب المنتخب السعودي. هذا دليل على أنه هناك تخطيط، هناك منظومة، هناك أشخاص يعملون مبدئيا بأمانة ويحاولون أن يطوروا من الكرة المغربية. أصبحت الكرة المغربية مش بس إنجازات على مستوى المنتخبات ولا على مستوى الفئات العمرية، أصبحت برضه هناك تنافس في عدد المدربين وأيضا أسماء المدربين المغاربة اللي قاعدين فعليا بيحققوا إنجازات سواء محلية أو عالمية. لما بنحكي عن الرقراقي رابع كأس العالم، واصل برضه إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في آخر نسخة. وأيضا طارق السكتيوي ثالث الأولمبياد، بطل الشان، بطل كأس العرب. محمد وهبي بطل كأس العالم للشباب. كلهم هذول مدربين مغاربة. لكن اليوم أعطيني مدرب مثلا مصري متميز أو مدرب تونسي متميز عمل إشي لا المنظومة الكروية في تونس أو للمنظومة الكروية في الجزائر أو للمنظومة الكروية في مصر. خلينا نكون واقعيين. اليوم المغربي لما بيحكي معك وبقول لك أنا معديك بمراحل وأنا متفوق عليك، المفروض إنه يكون هذا الكلام مش من باب إنك تقول لا أنت مش متفوق علي، المفروض تأخذه حافز وتحاول تشتغل. والتطور اللي صار في الكرة المغربية وأيضا على مستوى الكرة المغربية بشكل عام من ناحية لاعبين، من ناحية مدربين، من ناحية إنجازات للمنتخبات بكافة فئاتها، ما إجا من صدفة. هذا كان كله مخطط له، بداية من فوزي لقجع اللي فعليا أدار المنظومة الكروية في المغرب بطريقة رائعة ومذهلة. الموضوع مش إنه كان صدفة ولا إجا الموضوع من خلال سنة وسنتين، لا، هذا الإشي اتخطط له صار له أكثر تقريبا من 10 أو 12 سنة. فثمار ما خططوه المغاربة باحتراف وأمانة، عشان نكون منصفين، لأنه اليوم الأمانة في الشغل هي اللي بتعطيك نتائج. اليوم الجزائر يعني مكانك سر، المنتخب المصري في تراجع، تونس مرة بتراجع مرة بيستقر، لكن ما في إنجازات للكرة التونسية على مستوى المنتخبات والفئات العمرية، ما في إنجازات برضه لمصر، ما في إنجازات للجزائر. آخر إنجاز
كنا بنعرف الجزائر كان في بطولة افريقيا 2019. فاليوم لما اي حدا مغربي بيحكي لك انه احنا خططنا، احنا عملنا، احنا اشتغلنا، احنا هذا الكلام اللي وصلنا له ما اجى من فراغ، مفروض تقول له نعم صحيح انتم خططتوا واحنا نايمين بالحرف الواحد. لكن ما تيجي تقول لي اليوم كجزائري كتونسي كمصري كعرب اسيا تقول لي لا المغاربه شايفين حالهم وشايفين انه هم مكان اعلى بكثير من بقيه المنتخبات العربيه. وضع طبيعي، الانجازات تتكلم، المدربين بتتكلم. اليوم لما يكون عندك 6-7 مدربين كلهم معروفين على مستوى الوطن العربي واصبحوا معروفين عالميا. لما تشوف الفئات العمريه، المنتخبات الاولى، منتخبات الشباب بتحقق انجازات في اي مكان، المنتخب الثالث للمغرب او الثاني حقق بطوله كاس العرب. المحليين حتى على مستوى المحليين، المنتخبات المحليين اليوم نشوفه برضه المغرب هي اللي بتتفوق على مصر وعلى تونس وعلى الجزائر في بطوله افريقيا. هذا الكلام كله مش وليد الصدفه، هذا تخطيط. فاليوم المغرب اصبحت مش بس انجازات على مستوى الكره ولا على مستوى المنتخبات والفئات العمريه، اصبحت تصدر مدربين بجوده عاليه للعالم العربي. فهذا الكلام مش سهل. الفئات العمريه، بالمنتخبات الاولى، بالمدربين، بالانجازات، بنقدر نحكي عن المغرب بانه مدرسه، لكن ما بنقدر نحكي عن الجزائر انه مدرسه، ولا بنقدر نحكي عن تونس مدرسه، ولا عن مصر. ممكن في لحظه من اللحظات هاي المنتخبات او هاي الدول حققت بعض الانجازات، لكن للامانه ما بنقدر نسميها مدارس كرويه. الوحيد اللي بنقدر نحكي عنه لديه مدرسه كرويه متكامله، اطر مغربيه على ارفع مستوى. اطر على فكره هي نفس المدربين، لكن هذا مصطلح بيستخدموه المغاربه. كل شيء في المغرب متناسق ومتكامل ومخطط له من البدايه. فاليوم الامور واضحه، حبينا نحكي انه المغرب تتفوق على الجميع مش بالكلام، لانه انا بشوف في بعض التعليقات وفي بعض الصفحات الرياضيه انه الجزائري بيقارن حاله في المغرب والتونسي كذلك وكذلك المصري. لا تعيش على الاطلال، الاطلال انسى لي اياها. انجزت قبل 20 سنه، هذا الكلام انا مالي فيه. انا الي في اخر كم سنه مين اللي مسيطر على الكره العربيه في انجازاتها العالميه والعربيه؟ المغرب. مين اللي مسيطر من ناحيه المدربين؟ المغرب. مين اللي بيخطط لقدام وقاعدين نشوف ثمار ما اشتغلته اللي هي اكاديميه الملك محمد السادس؟ المغرب. هل يوجد في الجزائر وتونس ومصر واي دوله عربيه اكاديميه بقوه اكاديميه الملك محمد السادس؟ لا. فبالتالي اليوم لما نحكي المغرب فوق الجميع في منظومتها الكرويه واطرها وايضا في مدربينها، هذا الكلام هو واقعي جدا. لكن عدا ذلك عشان تقول لي في مدرسه جزائريه، مدرسه مصريه، مدرسه تونسيه، هذا الكلام لازم تقرنه بنتائج حققتها خلال الفتره الماضيه وفرجيني هاي النتائج. لا في نتائج للجزائر ولا لتونس ولا لمصر حتى، ولا حتى عرب اسيا بشكل عام. فبالتالي اليوم احنا حبينا نوضح الصوره